السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اقترح اليوم الفلان المعروف في الشمال اللي هو الفلان ديال الكواخاضه. ما كنحتاجو فيه لا بيض ولا ندخلوه للفران، شي حاجه اللي رائعه، من اروع ما يمكن لكم تجربوا ومن ألذ ما يمكن لكم تذوقوا. الشكل ديالو كيف كتشوفوا معايا كيجي هماوي بريستيج. الطريقه ديال التحضير سهله بزاف، من ابسط ما يكون. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش باللايك، ما تنساوش تشاركوا في القناه مع تفعيل زر الجرس. خليكم معايا من بدايه الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. فبالنسبه لاول حاجه كنبداو بها هو تحضير الكراميل. باش نحضروا الكراميل كنحتاجوا الكاس العنبه ديال السكر حبيبات. كنديروا في مقله اولا كاسرونه ولا اي حاجه بغيتو على نار اللي كتكون هادئه. النار ما كتكونش عاليه هكا باش الكراميل ديالكم ما كيتحرقش. كنحركو غير بشي ملعقه خشبيه وكنخليه حتى كيذوب تماما. بالنسبه لهاد التكتلات اللي كتشوفوا معايا كنحاول انني ندوبهم بالمساعده ديال هاد الملعقه. الكراميل ديالي خاصو يكون خالي نهائيا اولا خالي تماما بهاد التكتلات. بغيتو ديروا الكراميل هكذا كيف ما ممكن تضيفوا له حتى واحد الملعقه ديال الزبده. انا صراحه مره كنديرو هكا، مره كندير له الزبده كتخلي الكراميل كيكون مطلوق اكثر، وصراحه كنفضلو هكاك. خاصكم تردوا البال مع هذا الكراميل باش ما يتحرقش. الا تحرق شي شويه راه كيعطيكم اللوغو خايب. وتردوا البال حتى مع يديكم باش ما تحرقوش يديكم، حيت راه الا قاستكم غير نقطه منه راها كتوجع بزاف. صافي كنوزعوا فوق من هذا المول. بالنسبه لي انا درت المول ديال السيليكون، وانتم كديروا اي مول متوفر عندكم، ماشي ضروري يكون سيليكون. كنحتفظ به جانبا وغادي ندوز للمرحله الثانيه. بالنسبه لهنا كناخذ كاسرونه كندير فيها يترو و100 ملي ديال الحليب. ممكن ديروا يترو كيف ما ممكن ديروا يترو و100 ملي. انا غادي نعطيكم من بعد علاش درت بالضبط يترو و100 ملي. على هاد يترو د الحليب و100 ملي كنضيف عليه 5 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. بالنسبه للسكر كيبقى كيف كنقول لكم دائما على حسب الذوق، ممكن تزودوا كيف ما ممكن تنقصوا الكميه. هاد الخمسه ديال المعالق جاو قياس. وكنحتاج الكريمه السائله. نورمالمون كنحتاج ل 500 ملي، اي نص لتر من الكريمه السائله. انا بما انني خدمت بهذه فيها غير 200 ملي، درت جوج ديال لي بواط، يعني المجموع 400 ملي. كانت خاصاني 100 ملي عوضتها بالحليب، داكشي علاش درت يترو و100 ملي. نتوما الا كانت عندكم نص يترو ديال الكريمه كامله كديروا غير يترو ديال الحليب. وممكن ديروا يترو من الكريمه السائله ويترو من الحليب. ومع الشرح في الفيديو غادي نقول لكم فوقاش ديروا يترو من كل حاجه. صافي بعد ما درت الكريمه ديالي كناخذ الفلان ديال الكواخاضه. بالنسبه للكواخاضه كتباع غير في اسبانيا، ولكن ممكن تاخذوها اولا ممكن تلقاوها حتى في المغرب. فيها 4 ديال لي ساشي، خديتها تقريبا يمكن ب 17 ولا 18 درهم. كنحتاج منها 3 ديال لي ساشي. الا درتو يترو من الكريمه السائله ويترو من الحليب كديروا 4 ديال لي ساشي كاملين. انا بما انني درت المجموع من الكريمه والحليب غير يترو ونص، فاحتاجيت 3 ديال لي ساشي. ما لقيتوش الكواخاضه متوفر عندكم كديروا غير الفلون العادي ديال درهم، هذاك اللي فيه شينويه، غير هذا كديروه بنفس الطريقه اللي كتشوفوا معايا. وكنبدا نحرك كل شيء حتى كتذوب لي ديك الكريمه. بالنسبه لهاد الكريمه صراحه انا اول مره كنخدم بها، كتصلح المالح والحلو. وقيسها هكا كيف شفتوا معايا متكتله، ما عرفتش واش نورمالمون هكا كتكون اولا غير هذه خرجت هكا، حيت كيف قلت لكم اول مره كنخدم بها ما عرفتش شنو الطبيعي ديالها كيفاش داير. صافي كندير كل شيء على النار مع التحريك المستمر، وكنركز على داك الكريمه حتى كتذوب لي. وكنحصل على حليب اللي كيكون خالي من التكتلات. واللي نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للكريمه، ممكن تخدموا باي كريمه كتفضلوها اولا متوفر عندكم ماجيك ولا هولا لا اي كريمه، ماشي ضروري شي كريمه بالضبط.
صافي هنايا بعد ما الحليب ديالي وصل لهاد المرحله ديال الغليان وكنتاكد بلي الخليط ديالي ما بقاوش فيه دوك التكتلات ديال الكريمه، كنحيدو من على النار وكنضيف المكون الاخير. بالنسبه للفلان ديال الكواخاضه كيديروا فيه اللوز، انا كان متوفر عندي القوقاو اللي هو الفول السوداني محمر ومطحون درتو هو. نتوما الا كان عندكم اللوز كديروا اللوز. صافي كنخلط كل شيء. بالنسبه للقياس شحال انا درت صراحه عيني ميزاني. صافي كنخلط كل شيء مزيان وغادي نرجع للمول اللي درت فيه الكريمه، عفوا اللي درت فيه الكراميل، وبالمساعده ديال شي ملعقه كنبدا نخوي الخليط ديالي بالشكل اللي كتشوفوه معايا هكا باش الكراميل ديالي ما كيضيعش. كنحاول ما امكن انني نخويه غير بشويه. بالنسبه لكم نتوما الا ما درتوش المول ديال السيليكون ودرتو مول اخر فضروري ما توزعوا داك الكراميل على المول كامل. انا كيف شفتوا معايا درت غير في القاعده وشويه في الجوانب من التحت، ما درتوش كامل. نتوما الا درتو المول اخر من غير السيليكون فحاولوا ما امكن انكم توزعوه كامل. هنايا كنخليه في سطح العمل حتى كيبرد تماما، من بعد كندخلو للثلاجه وكتخليوه يبات ليله كامله، وصراحه كيعطي الفرق. كيف شفتوا معايا انا بقى لي شويه من داك الخليط درته في كويسات، بعد ما برد تقريبا خليته واحد 6 سوايع، كليته في نفس النهار، وهذا بعد ما خليته بات جاني الفرق كبير بيناتهم. داكشي علاش من الاحسن انكم تخليوه يبات. صافي بعد ما تبغيو من تبغيو تقلبوها كديروا شويه ديال الماء سخون تحت من داك المول، من بعد كتحيدوه وكتقلبوه مباشره وكيكون هذا هو الشكل ديالو. من بعد زينتو بنفس القوقاو، نتوما الا درتو اللوز كتزينوه باللوز وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الاقتراح اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم وتجربوها، فعلا كتستحق التجربه. انا ساتيسفات بزاف بهاد الوصفه. الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم فكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم اللي كيشجعوني بزاف ويخليو الفيديو باش يتقترح على ناس اخرين. ما تنساوش تشاركوا في القناه مع تفعيل زر الجرس هكا باش توصلوا بجديد الفيديوهات. كنستنى تعليقاتكم، ارائكم واقتراحاتكم للفيديوهات الجايه ان شاء الله. وما تردوش انكم تصيفطوا لي صور تطبيقاتكم على حسابي على الفيسبوك او لا حسابي على الانستغرام اللي غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. شكرا لحسن المتابعه، نتلاقاو في فيديو جديد وفي اقتراح جديد ان شاء الله. السلام عليكم.